بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل طبق فتة بطريقة سهلة، فتة لحمة بطريقة سهلة جدا وبسيطة هنعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل فتة اللحمة المصرية بطريقة سهلة جدا. هنعمل الفتة بطريقة سهلة جدا، طريقة سهلة وبسيطة. معانا من كيلو نص كيلو لحمة. طبعا هنعمل حاجة كده، ما ينفعش ننزل المية، ما ينفعش ننزل اللحمة في مية سخنة على طول، لازم نحط اللحمة مع المية مع البيون اللي احنا هنعمله. تمام كده. هنجيب حلة على النار فيها مية، هنزل بقى في المية بتاعتي زي ما اتفقنا. احط بصلاية، احط طماطماية، واحد جزر صغيرة، احط الحبهان بتاعي. انا ممكن احط كرفس، بس الكرفس هيخلي لون الشوربة عندي خضرة، فمش هينفع احط كرفس. تمام. انا ممكن احط فلفل مجروش او فلفل سليم، فلفل حصى يعني. نحط شوية فلفل حصى، ممكن لو في مستكة نحط مستكة لو حابين. هنزل بقى ايه باللحمة بتاعتي. طبعا المية هتغلي مع اللحمة. تمام كده. كده المية بتاعتنا اول ما بتغلي كده، انا بقى بشيل الريم ده كده بالمعلقة بتاعتي. احاول اشيل الريم ده. كده بقى اول ما تغلي معايا اللحمة بتاعتي، هسيبها شوية لمدة هنسيبها لمدة 45 دقيقة، من 45 دقيقة ل50 دقيقة بالظبط على النار. اول ما ناخد نص ساعة هنقوم موطين النار خالص على اللحمة بتاعتي تستوي على مهلها. كل ما تكون النار واطية كل ما تكون اللحمة تستوي افضل واحسن. تمام كده. هنسيبها بقى لمدة 45 دقيقة اللحمة بتاعتنا على النار. وزي ما قلت لكم اول ما تعمل ريم كده، الريم ده يتشال، نشيله بالمعلقة كده. وبكده خلاص اللحمة بتاعتنا اتسلقت، قعدت 50 دقيقة اهو، بقت زي الزبدة كده. نروح نعمل بقى الصلصة بتاعتنا. هنعمل الصلصة بتاعتنا بتاعت الفتة. هنزل بقى بالتومة بتاعتي، انا حطيت سمنة ما حطيتش زيت، احنا مش عايزين نحط زيت. السمنة هتدينا تيست عالي. كده التومة تمام. هنزل اطفي بالكزبرة، هطفي عليهم بسنة الخل. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي. الصلصة بتاعتنا متبلينها وتمام. حطينا ملح وفلفل اسود طبعا فيها مع الكزبرة. كده الصلصة بتاعتنا جاهزة.
هنروح نعمل بقى الرز بتاعنا الابيض. وبكده خلاص الصلصة بتاعتنا جاهزة، اللحمة بتاعتنا خلصت وكل حاجة. هنعمل تركاية كده حلوة في اللحمة. هعمل الرز بتاعي بقى الابيض بتاعنا. على حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها هحط زبدة او سمنة بلدي. طبعا نغسل الرز بتاعنا كويس ونسيبه وننشفه، نسيبه يصفي المية بتاعته، نسيبه كده لمدة ساعة مثلا. احنا نغسله قبلها بساعة كده، مرة واتنين وتلاتة، وننزل بقى المية بتاعته النشا. حلو اوي كده، ينزل النشا. اقلب الرز كده. اول ما تسخن حبات الرز معايا هنزل بالديون على طول. انا هنزل بشويه ملح، واحدة ورقة، مش هنكتر عشان الشوربة بتاعتنا واخدة كل حاجة طبعا. واحدة حبهان كده الشوربة بتاعتنا واخدة حبهان ورقة، واخدة كل حاجة. احنا بس كده هنطعمه بشوية ملح يظبطوا معانا الدنيا وخلاص. خلاص الرز سخن، هنزل بالبيون بتاعي. هنغطي بقى على الرز كده بقى، نروح نشوف الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص الرز تمام. يبقى كده الرز تمام واللحمة تمام والصلصة تمام، كل حاجة تمام. هنغرف بقى في الطبق بتاعنا بالشكل اللي احنا هنعمله مع بعض. وبكده خلاص نكون خلصنا طبق الفتة بتاعنا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. نشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش دعمكم في القناة. الى اللقاء.